مساء الفل. انا اتسرقت تقريبا، اتسرقت مش قوي يعني، هي كانت غلطه. احتمال تكون مقصوده او مش مقصوده، ملناش فيه. واكيد مش انا لوحدي، اكيد انت اتسرقت كمان احتمال. ده اللي انا لقيته فعلا مع فودافون، انا اتسرق مني 40 جيجا تقريبا. طب هو حصل ازاي؟ وازاي رجعت حقي؟ ده اهم حاجه، الحمد لله يعني رجعت الفلوس ديت. هما كانوا حوالي 40 جيجا، حاجه و40 جيجا يعني. يعني بلاش نضيع وقت، خلينا نروح على الانترو ونخش على التفاصيل ونشوف انا رجعتهم ازاي وازاي اتاكدت فعلا. يلا بينا، توكلنا على الله. عشان ما اضيعش وقتك، انا كنت داخل على الموقع بتاع فودافون وبتابع الجيجات بتاعتي اول باول علشان اتاكد ان انا استعملهم قبل ما الشهر يخلص. فلقيت ان مكتوب عندي لسه قدامي 10 ايام على ما الباقه بتاعتي تخلص، ولسه معايا 42 جيجا. هخلصهم ليه؟ انا لسه قدامي 10 ايام. طيب في حاله ان الباقه هتخلص بكره مثلا، اكيد هروح ادور على اي حاجه احملهم وما يضيعوش مني، ما هي دول فلوس. فلقيت ان الساعه 12 بالدقيقه النت فصل وما عادش معايا حاجه خالص، بقى زيرو. فاستغربت، قلت اما ادخل اشوف ايه الدنيا عندي. لقيت فعلا الجيجات عندي بقت صفر، بس تاريخ التجديد بقى 1970، اللي هو ما قبل الانترنت اصلا. فاللي هو ازاي؟ ففهمت ان في تخريفة من عندهم. فطبعا اسكت، ما ينفعش اسكت طبعا. فكلمت خدمة العملاء، ايوه يا فندم حصل كذا 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 اللي انا شرحته لكم، فايه الحل؟ قال لي يا فندم انت شاحن يوم 8 والباقة بتاعتك خلصت يوم 8، فكده انت قشطة. بس اللي انا اعرفه ان انا فعلا رجعت وبصيت امبارح على الويب سايت بتاعكم وعلى الابليكيشن، لقيت ان المكتوب التاريخ التجديد لسه قدامه 10 ايام. فعلى هذا الاساس انا شفت الحاجة 40 جيجا دول وما رضيتش استعملهم، لان قلت لسه قدامي وقت. فالمعلومة الغلط بتاعتكم ديت هي اللي خلتني في الاخر اخد قرار خاطئ، وخسرت الجيجات دي، والجيجات دي فلوس انا ما استعملتهاش، فحقي ان انا اخدها بناء على الغلطة بتاعتكم. طبعا يهديك يرضيك بلح. طيب انا عايز اقدم شكوى، وبعد اذنك انا عايز رقم الشكوى دي. فبرضو بلح، احنا اسفين ما نقدرش نقدم شكوى في حاجه مش غلطتنا او حاجه زي كده. قلت له لا معلش دي غلطتكم. طيب صعد لي المشكله دي، انا عايز اكلم مدير القسم عندك او اي حد اعلى يعني. طب ماشي احنا اسفين، مفيش مشكله، هاخد شويه بيانات على الويتنج كده مرزوع لغايه ما ضيع شويه وقت. وقال لي تمام، انا عملت بلاغ وفي خلال من ساعه ل3 ساعات. حد يعبرني؟ اكيد لا. فضلت مستني، عدى يوم بحاله مفيش. كلمت حد تاني، شرحت له نفس الحوار، قال لي تمام يا فندم، قفل في وش السكه. انا اكتر حاجه بتحرقني قفله السكه، اسيبهم؟ اكيد لا. قمت داخل على الشات، شرحت له نفس الحوار من الاول للاخر. قال لي نفس الكلام يا فندم، بس ده اللي انت استهلكته، انت معاك 30 يوم استهلكت 30 يوم، وكان معاك جيجات استهلكتهم في 30 يوم. قلت له برضو نفس الحوار، فما تحوروش عليا يعني، مش ناقصه. لا وقال لي كمان ان مفيش اي شكوى متسجله عنده. فقلت له معنى كده ان انتوا نفضتوا لي وعملت فيها ان الشكوى بتترفع وبتاع ومفيش اي حاجه اصلا متسجله عندك. طب انا عايز اقدم شكوى في اللي قال لي انا هرفع لك الشكوى وما رفعهاش. فالمهم انا مش هقفل الا لما اخد رقم الشكوى دي عشان اقدر اقدم بيه في 155 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. بس قلت له حاجه حلوه قوي هي اللي نفعت معاه. قلت له اولا انا هشهر بيكم لان من حق الناس تعرف ان ده بيحصل فياخدوا بالهم، فانا هعمل فيديو مخصوص عن الكلام ده. وحاجه تانية قلت له انا هحط الكلام ده على السوشيال ميديا، وخصوصا الصفحه بتاعت انترنت كوميونيتي في ايجيبت، خافوا منها فعلا. واكيد المشكله دي ما حصلتليش لوحدي، حصلت لناس تانية، فالناس التانية دي اكيد هتيجي تطالب بحقها زي ما انا بطالب بحقي. انا مش هسيب حقي من الاخر، هم المبلغ يعني مش كبير بس حقي ما هسيبوش. فعلا اول ما قلت له انا هخلي ناس تانية تعرف وبتاع، قال لي احنا اسفين. بعد ما خلاص قال لي مفيش وكلام من ده، هدي لك مبلغ 40 جنيه تعويض. قلت الحمد لله فرجت. قلت له اشكرك وانا بعتذر لك وعارف ومقدر ان انت يعني مش كل حاجه بايدك، فبعتذر لما يكون الموضوع كله عليك
بس انت اللي في الوش، يعني هعمل ايه؟ المهم بدور على ال40 جنيه اللي راحوا لي، ملقتش حاجه. فضلت مستني ساعه 2، قلت طب ما احسن الظن اكلمهم تاني واعمل مشكله تاني. لا، قلت اما استنى لغايه ما يعدي يوم. فعلا فضلت افتح الصفحه مره و2 و10، مفيش فلوس. قلت انا اتضحك عليا تاني. دخلت بقى على الابلكيشن، لقيت فعلا الفلوس موجوده في الابلكيشن ومش مسمعه في الويب سايت. فعرفت برضو ان دي تهييسه تانية وغلطه تانية. فالمهم الحمد لله الفلوس جت. فيا ريت لو ليك فلوس، ليك حاجه ضايعه، دور عليها. بس قبل ما نحكم بالظلم على حد او نقول ان في تهييس او بتاع، فخلينا نتاكد الاول. فانا عشان كنت متاكد فبطلب بقلب جامد. لو انت شايف ان انا خدت حاجه مش حقي، يا ريت تكتب لي في الكومنت. والله انا من وجهه نظري بقول ان هي غلطه مش مقصوده، وان ده تهييس من السيستم. اتمنى ان يكون ظني ده كويس، واتمنى ده ما يحصلش تاني. فبتمنى لكم التوفيق يا رب، ودعوة حلوة كفاية قوي. شكرا لكم، سلام عليكم.